التستنج المفروض تكون قد ايه؟ بصوا بقى، العلماء اختلفوا في الموضوع ده خالص. الناس تقول لك اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، شهر، 3 شهور. خليني انا بقى اقول لك الخلاصه من الاخر. فتره التستنج احنا بنقولها لاي كلاينت من شهر ل3 شهور عشان يبان لك الريزلتس اللي انت مستنيها. طيب هل انا المفروض استنى من شهر ل3 شهور عشان اعرف الميديا باير ده شاطر ولا لا، الايجنسي كويسه ولا لا، الكونتنت بتاعي كويس ولا لا، البيزنس اصلا ناجح ولا لا؟ لا طبعا. انت اصلا من اول اسبوع ل10 ايام بيبان شويه تفاصيل بسيطه، في اوردرات، مفيش اوردرات، الناس اللي بتسالك شكلها فعلا شبه اللي انت عايزه ولا لا، الناس اللي بتاخد وتدي معاك في الكلام فعلا مهتمه او انترست بالحاجه اللي بتقدمها ولا لا. ساعتها انت بتحس ببسيط امل او حاجات بسيطه قوي بتفسر لك انت اصلا ماشي في الطريق الصح ولا لا، تكمل مع الشخص ده ولا لا. طب هل لو فتره التستنج خلصت وما حققتش المبيعات اللي انا مستنيها يبقى المشكله كده في الميديا باينج او المشكله في الايجنسي؟ لا، ممكن تكون مشكله كونتنت، ممكن تكون مشكله ميديا باينج، ممكن تكون مشكله السيلز عندك، ممكن تكون مشكله المودريتور، ممكن تكون مشكله البراند كله، ممكن يكون انت ما عندكش اصلا ريفيوز كافيه تخلي الناس تتشجع وتطلب منك، او عندك ريفيوز وحشه اوريدي ناس عملتها لك سواء كيديه او سواء عشان فعلا حصلت عندهم مشاكل فالناس اوريدي متاثره بيها. عشان كده بعد فتره التستنج بتبدا تحل مشكله لحد ما تمشي على الباث واي الناجح اللي بيساعدك ان انت تبقى خلاص بقيت ستيبل، البيزنس بتاعك ستيبل خلاص، انت عرفت انا ارد ازاي، عرفت مين الاودينس، عرفت الميديا باينج ماشي ازاي، ظبطت بالظبط كل حاجه وباقي البيزنس بتاعي خلاص ستيبل. ساعتها تقدر تقول ان انت عديت من مرحله التستنج عشان حليت كل المشاكل دي، او على الاقل فهمت البراند بتاعك المفروض يمشي ازاي. بس التبس الجاي